تخيل تشتري بصلة وردة صغيرة بتمن شقة. أيوة مش ببالغ، في هولندا زمان في ناس باعت بيوتها وأراضيها عشان تشيل في إيدها بصلة تيوليب واحدة، وفي خلال أسابيع كل الثروات دي اتحولت لصفر. أول انهيار مالي في التاريخ ما كانش بسبب بنك ولا بورصة أسهم، كان بسبب وردة. إزاي وردة التيوليب قلبت دولة غنية رأسا على عقب؟ وإيه علاقة الجنون ده بالترندات والعملات اللي بنشوفها حوالينا النهاردة؟ أنا دكتور محمد حسين، وفي الحلقة دي من رحلة المال من بابل لبيتكوين هحكي لك القصة اللي هتخليك تبص لأي فرصة ربح سريع بشكل مختلف تماما. هات قهوتك وركز معايا جدا. السلام عليكم يا أصدقائي أبطال الوعي المالي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد حسين في قناتكم ريتش هابتس بالعربي. النهارده مكملين في هولندا اللي حكينا الحلقه اللي فاتت انها اخترعت البورصه. هولندا وقتها كانت في عصرها الذهبي، الفلوس مغرقه البلد من تجاره التوابل، ومن كتر الثراء الناس بدات تدور على البرستيج ولقوه في وردة التوليب. النهارده هنشوف ازاي الطمع بيعمل بصيره، وازاي القطيع ممكن يرمي نفسه في النار وهو بيضحك. يلا بينا. تخيل معايا شارع هولندي هادي في امستردام سنة 1630، بيوت صغير جنب بعض، قدام كل بيت حتة جنينة أو بلكونة عليها شوية زرع. في بيت على اليمين ساكن فيه هيان، خياط بسيط شغله ماشي، مش غني ولا فقير. وفي البيت اللي قصاده ساكن هيرمان، تاجر غني راجع من رحلة بحرية مع شركة الهند الشرقية. في يوم من الأيام يان يبص من الشباك يلاقي بلكونة هيرمان متزينة بزهور غريبة الشكل، ألوانها مجنونة، أحمر في أبيض، بنفسجي في اصفر، خطوط كانها مرسومه بالفرشه. زوجة يان تقول له: بص يا يان، شفت الورده الجديده بتاعت جارتنا؟ سالتها قالت لي دي توليب نادر جايبها جوزها من تركيا. يان يرد وهو متضايق شويه: احنا ليه ما عندناش زيهم؟ هو احنا اقل منهم في ايه؟ اتولدت اول شراره، وهي الغيره الاجتماعيه. مش طمع في الربح، لا، طمع في الشكل، في المكانه، في ان الناس تقول واو شوف جنينه يان. اسال نفسك بصراحه، كم مره قررت تشتري حاجه غاليه مش عشان محتاجها بس عشان البرستيج؟ موبايل، عربية، ساعة، نفس البذرة اللي بدأت بيها فقاعة التيوليب. التيوليب أصلا ما كانش هولندي، أصله من الإمبراطورية العثمانية من تركيا. كانوا بيزرعوه في حدائق السلاطين، رمز الفخامة والرقي. لما السفراء والتجار الأوروبيين شافوه اتبهروا. واحد منهم خد بصلات صغيرة معاه على هولندا كتذكار. هناك المناخ ساعده والتربة كانت مناسبة، وبدأ التوليب ينتشر. لكن مش أي انتشار، الهولنديين حطوا عليه لمستهم. بدأوا يدوروا على الأشكال الأغرب، الألوان الأندر، الأنواع اللي فيها تخطيطات وشرايط كانت ناتجة عن فيروس بيسيب البصلة. بس هما ما كانوش عارفين بالنسبة لهم دي معجزة نباتية. بقى عندك طبقة من الناس وهم تقريبا جامعة توليب، زي اللي بيجمعوا ساعات فخمة أو لوحات فنية النهاردة. اللي معاه توليب نادر يبقى شخص مش عادي. تخيل لو قلتلك ان في ناس النهاردة بتدفع ملايين في صورة رقمية على الانترنت عشان نادرة ومختلفة، من غير ما يكون لها نفع حقيقي. حاسس بالتشابه ولا لأ؟ نرجع ليان الخياط في القهوة، يسمع التجار بيتكلموا. واحد يقول: انا اشتريت بصلة توليب ب100 جلدر وبعتها بعدها بشهر ب300. التاني يرد: ده انا صاحبي باع بصلة واحدة بتمن بيت كامل على القنال. يان يرجع البيت وعقله مولع، يقول لمراته: احنا طول عمرنا بنخيط هدوم الناس الأغنياء، امتى بقى نبقى زيهم؟ فرصة ربنا بعتها لنا. يقرر يبيع شوية من مخزون القماش اللي عنده ويشتري أول بصلة تيوليب في حياته، مش عشان الجمال، لأ، عشان الفرصة. في الأول يكسب شوية، يشتري البصلة ب50 يبيعها ب80، يحس ان الدماغ اشتغلت، الموضوع سهل اهو، ليه اتعب نفسي في الخياطة؟ يبدأ يقلل وقته في الورشة ويزود وقته في سوق التوليب. وبعدها جاره وصاحبه واخو مراته. بقى عندنا وباء اسمه كله عايز يبقى مضارب توليب. هنا ندخل على جزء الارقام اللي يخليك تستوعب مستوى الجنون. اسمع الارقام دي وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بصله واحده من نوع اسمه سيمبر اوجستوس وصل سعرها للمبلغ يشتري 12 فدان ارض زراعيه، 46 كبش قطيع كامل من الغنم، 1000 رطل جبنه او بيت محترم في امستردام قصاد بصله واحده. وفي تقديرات بتقول ان في قيمة من الفقاعة، قيمة البصل الواحدة كانت تعادل دخل عامل لمدة 10 ل20 سنة. مش بس كده، الناس ما كانتش بس بتشتري البصلات اللي موجودة اصلا، لأ، بدأوا يتاجروا في عقود على بصلات لسه في الارض، لسه ما طلعتش.
يعني واحد يشتري ورقة مكتوب عليها ليك الحق في شراء بصلة تيوليب من النوع الفلاني في الموسم الجاي بسعر كذا، وهو نفسه يروح يبيع الورقة دي لواحد تاني بسعر أعلى من غير ما حد فيهم شاف البصلة أصلا. اقف هنا واسأل نفسك كم مرة شفت ناس بتتكلم عن أصل معين، سهم، عملة أو مشروع، وكل الحوار عن السعر هيطلع كام، ومفيش حد بيتكلم عن هو بيعمل ايه أصلا، بينتج ايه، بيخدم مين. ساعتها اعرف انك داخل منطقة التوليب. هنا لازم نقف وقفة شرعية مهمة. اللي حصل في هولندا هو عين الغرر اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه هو الغرر؟ هو بيع الشيء اللي نتيجته مجهولة، او زي ما نقول بنبيع سمك في مية. بيع شيء مش مضمون، لا في وجوده في الجودة ولا في صفته ولا في قدرته على تحقيق نفع حقيقي. الناس كانت بتشتري ورق لعقود أجلة على وردة ممكن تعفن في الأرض، أو تطلع بلون عادي مش مخطط، أو يحصل وباء زراعي يخرب المحصول كله. ده ما بقاش تجارة بمعناها الحقيقي، ده بقى قمار مقنع. الإسلام بيعلمنا إن القيمة لازم تكون مرتبطة بنفع حقيقي. إيه النفع اللي في بصلة وردة يخلي تمنها تمن بيت يسكن فيه أسرة؟ مفيش حاجة، ده وهم، والشرع بيحذرنا من أكل أموال الناس بالباطل في الأوهام دي. قبل ما تكمل الحلقة اسأل نفسك، هل في استثمار في دماغك دلوقتي لو شلت منه حلم الربح السريع مش هتلاقي له أي معنى؟ لو الإجابة أيوة، يبقى أنت كده ماسك بصل التوليب من غير ما تحس. واحدة من أشهر القصص اللي بتحكي عن الجنون ده هي قصة البحار اللي غلط غلطة عمره. بيقال إن في بحار شغال في سفينة دخل مكتب تاجر توليب غني، لقى على المكتب بصلة شكلها عادي جدا. الراجل كان جعان، افتكرها بصلة أكل، قشرها بكل بساطة وقعد ياكلها مع السردين بتاعه. التاجر رجع المكتب لقى البصلة مش موجودة، بيسأل الخدم بتوعه يوصل للبحار، فين البصل اللي كانت هنا؟ قال له كلتها يا سيدي، انت حاطط بصل للاكل على المكتب ليه؟ التاجر تقريبا جاله سكتة قلبية. البصلة دي كانت من نوع نادر جدا، سعرها يكفي يشتري بيه بيتين على القنال. تخيل واحد حرفيا اكل ثروة في وجبة غدا من غير ما يعرف. القصة دي حتى لو فيها مبالغة لخص حالة السفه اللي بيوصل لها السوق لما الناس توافق تدفع ارقام غير منطقية في حاجة قيمتها الحقيقية بسيطة جدا وملهاش تمن. نيجي بقى للحظة الانفجار. في فبراير 1637 كان في مزاد لبصلات التوليب في مدينة هارلم. قاعة مليانة تجار، الكل متعود ان اي بصلة بتنزل بتتخطف. المزاد بيبدأ، المزايد ينادي على اول بصلة، يسمي سعر البداية، سكوت، مفيش حد بيرفع ايده. يزود شوية، برضه سكوت. الناس بدأت تبص على بعض، هو في ايه؟ ليه مفيش حد بيشتري؟ حد من التجار الكبار كان واخد باله من الاسعار وصلت لمرحلة التهريج، فقرر ينسحب. هو مجموعة معاه قالت كفاية كده. مجرد ما السوق حس ان في ناس كتيرة بتسيب الكرسي وتقوم، الذعر انتشر. الناس اللي كانت مستعدة تشتري بأي تمن بقت مش مستعدة تشتري بأي تمن. الأسعار بدأت تنزل 10%، 20%، 50%. ناس كانت لسه من أسبوعين بتبص على ورقة بتاعة عقد تيوليب تقول دي تساوي بيت، دلوقتي مش لاقي حد ياخدها ببلاش. في خلال أيام بصلات كانت بتتباع بآلاف الجلدرات بقت مش لاقية مشتري حتى بعشرات الجلدرات. تخيل معايا بيتي يعني الخياط باع جزء من بيته عشان يشتري عقود تيوليب، رهن الورشة واستدان من قرايبه. لما الأسعار انهارت لقى نفسه ماسك شوية ورق قيمته قريبة من الصفر، وديون على كتافه، وبيته مهدد بالحجز. المشهد ده اتكرر في آلاف البيوت. عائلات كتيرة باعت بيوتها حرفيا عشان تلحق قطار التيوليب. ستات باعت ذهبها وصيغتها. تجار صغيرين رهنوا مخازنهم. وفجأة كل ده اختفى. الحكومة الهولندية حاولت تتدخل، حاولت تعمل تسويات بين البائعين والمشترين، بس الناس فقدت الثقة. مفيش حد عايز يدفع أسعار العقود القديمة ولا حتى جزء صغير منها. الاقتصاد الهولندي تلقى ضربة قاسية نفسية قبل ما تكون مالية. الناس حست ان هم اتضحك عليهم، بس الحقيقة ان اللي ضحك عليهم كان الطمع اللي جواهم. ايه الدرس اللي نطلع بيه النهاردة؟ اولا قانون الفقاعة. اي حاجة سعرها بيزيد بشكل صاروخي من غير سبب منطقي او نفع حقيقي اهرب منها فورا. اسأل ايه اللي اتغير في الواقع عشان السعر يعلى كده. لو مفيش اجابة واضحة اعرف انك في فقاعة. تاني حاجة ظاهرة القطيع. لما تشوف الحريف
واللي ملوش فيها كلهم بيتكلموا عن نفس السبوبة، من جروب العيلة لجروب الشغل اللي بتاع الخضار تحت بيتكم، اعرف ان الانفجار قرب. تالت حاجة، القيمة الحقيقية. قبل ما تحط قرش في حاجة اسأل نفسك لو السعر نزل لصفر الحاجة دي هتنفعني في ايه؟ لو الإجابة بتاعتك إن ولا حاجة ملهاش لازمة، يبقى أنت بتعمل قمار مش استثمار. رابع حاجة، الهدوء أهم من الترند. الثراء الحقيقي غالبا بيجي من قرارات هادية ومستمرة، مش من حدث واحد يغير حياتك. الناس اللي كانت مركزة في شغلها وتجارتها الأساسية خرجت من فقاعة التوليب بضرر أقل من اللي سابوا شغلهم ودخلوا الهيصة. قصة التوليب بتتكرر كل يوم، في البورصة، في العقارات، في العملات الرقمية، وفي أي ترند بيطلع فجأة الناس كلها بتجري وراه. التاريخ ما بيغيرش نفسه، احنا اللي ما بنقراش. سؤال الحلقة، تفتكر ايه هو التيوليب العصر اللي احنا فيه؟ هل هي بعض العملات الرقمية، ولا بعض الأسهم اللي بتطلع من غير أرباح حقيقية، ولا حاجة تانية احنا مش شايفينها؟ شاركني رأيك في التعليقات. لكن في نفس القرن اللي هولندا كانت بتلعب فيه بالتيوليب، كان في لاعب تاني بيجهز نفسه ياخد المسرح كله. دولة قررت تستخدم البحر مش بس في التجارة، لكن لبناء إمبراطورية مالية تحكم العالم قرون طويلة. بريطانيا، بلد جوها ممطر لكن دماغها في المال والتجارة البحرية مش بتمطر أبدا. إزاي بريطانيا استخدمت السفن والقروض والشركات المساهمة والبنوك عشان تتحول من جزيرة صغيرة لإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس؟ وإزاي القرارات المالية اللي خدتها من 300 ل 400 سنة لسه لحد النهاردة مؤثرة في جيبك وانت قاعد في بيتك في بلدك العربي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية من رحلة المال من بابل لبيتكوين، في قصة بريطانيا والصعود الإمبراطوري عبر المال والتجارة البحرية. لو حسيت ان حلقة التوليب صحتك قبل ما تقع في فقاعة جديدة، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما عملتش، وفعل زر الجرس عشان الحلقة البريطانية ما تفوتكش. انا دكتور محمد حسين، خليك غني وغير عاداتك المالية. السلام عليكم.